اختكم ام صهيب جابت لكم مرقد الفلفل او فلفل اكسبريس. هذا المرقد يعني تخدموه وتاكلوه في 24 ساعه، يعني تخدموه كيما اليوم تاكلوه غدوه باذن الله تعالى. وصفه سهله وبسيطه ومجربه وناجحه مليار بالمية. هذا الوصفه كما قلت لكم اخواتي تخدموه كيما اليوم تاكلوه غدوه. هذه الوصفه اكسبريس مع المكون السري اللي يخليه يجي هذاك الفلفل يجي مقرمش وما يجيش طري، وايضا يدوم مده الاحتفاظ به مده طويله وانتم تاكلوه فيه. الان راح نفرغ معكم الان لهنا كميه اخواتي وتشوفوا الشكل تاعو كيفاه جا ما شاء الله طاب بلون اصفر روعه روعه روعه. هذا المرقد اخواتي يعني من اروع ما يكون. احنا كنا بكري وقت الزمان يعني نخدموه ونخليوه تقريبا من 15 يوم الى 20 يوم باش يوجد هذا الطرشي او هذا الفلفل ونستهلكوه. هذا الفلفل كما قلت لكم في 24 ساعه فقط. الان نقسم معكم كما تلاحظوا لهنا اخواتي قرن تاع فلفل وتشوفوا كيفاه جا مقرمش